منذ أكثر من قرن لم تكن كرة القدم مجرد لعبة في إسبانيا، بل أصبحت مسرحا لصراع الهوية، الكبرياء والسيطرة. الكلاسيكو، برشلونة ضد ريال مدريد، المباراة التي توقف العالم. في عام 1902 التقى الفريقان لأول مرة في مباراة ودية ببطولة كأس التتويج. فاز برشلونة 3-1، ومن هنا ولدت شرارة التحدي. مع مرور السنوات لم يكن الصراع كرويا فقط، بل أيضا سياسيا. مدريد عاصمة البلاد، وبرشلونة رمز الهوية الكاتالونية. كل مواجهة كانت تمثل أكثر من 90 دقيقة كانت تمثل صراعا بين ثقافتين. خلال فترة حكم فرانكو أصبح ريال مدريد في نظر البعض فريق النظام، بينما اعتبر برشلونة نفسه أكثر من مجرد ناد، صوت الشعب الكتالوني. عام 1943 جاءت إحدى أكثر المباريات إثارة للجدل. ريال مدريد يفوز على برشلونة بنتيجة 11-1 في كأس إسبانيا، لكن خلف النتيجة كانت تحكى قصصا عن ضغوط سياسية وترهيب. من هنا لم يعد الكلاسيكو مجرد كرة قدم، بل حرب رمزية. في الخمسينات دخل النجم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو قلب المعركة. قصة انتقاله بين برشلونة وريال مدريد كانت مليئة بالأسرار والصفقات المريبة، وفي النهاية ارتدى القميص الأبيض. ومن هنا بدأ عصر مدريد الذهبي وهيمن على أوروبا. لكن برشلونة لم يستسلم. ظهر كرويف، اللاعب والمدرب الذي غير فلسفة النادي إلى الأبد بفكرة الكرة الشاملة. في التسعينات كان كرويف مدربا وصنع فريق الأحلام. ثم جاء القرن الجديد مع رونالدينيو الذي صفق له جمهور ريال مدريد في البرنابيو. ثم جاء بيب غوارديولا وقدم للعالم التيكي تاكا. برشلونة بقيادة ميسي، تشافي وإنيستا ضرب مدريد بأداء جعل الجميع يعيد تعريف الجمال في كرة القدم. هنا وصلت القصة إلى ذروتها. ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو. كل مباراة كانت بطولة بحد ذاتها، من الصراع على الليغا إلى نهائيات الكأس إلى أمجاد أوروبا. أرقام، أهداف، احتفالات، وصور خالدة في ذاكرة كل عاشق للكرة. الكلاسيكو تحول إلى عرض عالمي يشاهده أكثر من 600 مليون إنسان. بعد رحيل ميسي ورونالدو تغير الشكل، لكن النار لم تنطفئ. النجوم الجدد حملوا الراية: فينيسيوس، بيلينغهام، لامين جمال، بيدري. جيل جديد يكتب فصولا جديدة من الحكاية القديمة. وبرغم كل شيء تبقى الحقيقة واحدة: لا يوجد في كرة القدم شيء يشبه الكلاسيكو. من ملعب الكامب نو إلى سانتياغو برنابيو، من دي ستيفانو إلى ميسي، من السياسة إلى المجد. تاريخ كامل من العواطف والأهداف والدراما. الكلاسيكو هو أكثر من مباراة، هو روح كرة القدم.